لو انا معايا الاونر 400 احدث للاونر 600 ولا الفروقات ما تستاهلش؟ والله انا هقول لك على كام نقطة، ولو النقط دي تفرق معاك يبقى انت اكيد محتاج تحدث. الاونر 600 بيجي بتصميم جديد وبيكون شبيه جدا لتصميم الايفون 17 برو ماكس، وكمان بيجي بخامات تصنيع اقوى لانه بيجي باطار متصنع من الالومنيوم. بس لو انت بتحط الموبايل في كفر فاكيد النقط دي ما تفرقش معاك. الاونر 600 بيجي بحواف قليلة جدا للشاشة، وكمان تعتبر اقل حواف في فئة الجهاز ده. بس لو انت حواف الاونر 400 راضية عينك فانت محتاج تحدث ليه. وكمان عايز اقول لك ان الاونر 600 بيجي باداء اقوى، وده لانه بيكون مستخدم فيه معالج اقوى وهيخليك تقدر تلعب لعبة بابجي على 90 فريم. بس لو انت مش بتلعب لعبة بابجي فمش هتحس باي فرق في الاداء اليومي، فتفتكر انت كده هتحدث ليه؟ طب خد يا عم، عايز اقول لك ان سعة البطارية بتكون اكبر في الاونر 600 بفرق 1000 ملي امبير. بس عايز افكرك برضو ان احنا من شوية قلنا ان المعالج بيكون اقوى، واكيد استهلاكه للطاقة هيكون اقوى برضو. فعلى ما اعتقد انك مش هتحس باي فرق خالص، يبقى تحدث ليه؟ هتقولي بقى ان انت مهتم بالكاميرات والتصوير والحاجات دي، فاحب اقول لك ان الجهازين بيكون مستخدم فيهم نفس الكاميرات سواء الخلفية او الامامية، يبقى هتحدث ليه؟